السلام عليكم. يا رجال. الحب. طيب. يا واقع. أينو عبد الكريم. ها. دعوة هكذا ها؟ هكذا عوض. يا شباب على اساس انه صف كامل يا صف كامل الان راح الى عند بيت الاكل تمام على بيت الاكل يهمنا احمد الزوي وقضيه احمد الزوي بارك الله فيك. هذا اللي احنا مهمتنا وقضيتنا تمام. صح. الناس ما تعبوا وما جوا وما ساروا ولا اعلاميين ولا الناس كلهم الا على عرض وشرف. الله المستعان. تمام. ولا اما بالنسبه للاحكام اللي صدرت ولا هذا احنا ما لنا علاقه فيها. احنا بدانا في القضيه وحركنا الشارع وحركنا الناس وقد كنا على خبر. الله اجا من يشتي يركب الموجه قلنا لا مانع وجنبنا على اساس حرصا على القضيه وعلى الاخ احمد الزوي على اساس تنتهي قضيته ويخرج، لانه حصل يعني ملابسات في القضيه. انا اول ما رحت لبيت احمد الزويكي وعرفت الموضوع ورجعت التقيت ببيت الاشول وعرفت الموضوع والتقيت بسعد الاشول اخو عبد الله الاشول، ورجعت رحت لبيت زيد ابو علي شيخ مشايخ المحويت كبير الناس وكبير القوم. اجيت والرجال قد عنده حكم قد حكم في القضيه والقضيه كانت منتهي، لكن قدر الله ما شاء فعل. القضاء لا عبر الحكم التحكيم وفي تحكيم وتفويض وموقعين عليه بيت الاشول موقعين موقعين عليه بيت الاشول والحكم موجود عندي وموقعين عليه ومذكره الى رئيس المحكمه 3 مذكرات من الشيخ زيد محمد ابو علي بموجب تحكيم وتفويض. عموما صدر الحكم كيفما كان صدر. احنا رحنا نزلت في التواصل الاجتماعي طلع ترند. انا ما احس لا عندي تواصل ولا انا اتابع حتى فيسبوك ولا واتس ولا اتابع نهائيا، لكن الناس لما شافوه قالوا يلا بيعبروا الموجه ويلا، واحنا قلنا رجع قد كنت متفق وجاء عندي الاخ مصطفى المومري في نفس المساله تغيرت ما شفت الا وقد الامور قلنا احنا نوقف لان احنا ما نريد الا اصلاح الشعب. صح بارك الله فيك. لكن الحكم ما كان مرضي للناس، ما كان مرضي لا للمشاهد ولا للاعلاميين ولا شيء. فالذي حصل والناس قد خلوا قضيه وتموا قضيه والمقصود هو احمد الزويكي. وهذا توضيح للجميع. شوفوا احنا والشيخ علي وانا ليس راضي كنا بالحكم، فاحنا ما حكمناش ولا لنا اي دخل، فلا تلوموناش لا انا ولا الشيخ علي.
الناس بيقولوا ذا حنكروا والشيخ علي احنا ما حكمناش، القضية شلوها من بين ايدينا. بيض الله وجيهكم الاثنين ونعم بكم ونعم فيكم. اسمعوا الشيخ علي، اسمعوا الشيخ. احنا الان جينا لهنا على اساس ان احنا نعتبر كلنا احمد الزويد. تمام. وبنستقبل الناس اللي بيجوا ويردوا اعتبار بيت الزويكي على عرض وشرف. كلام صح. تمام. والمعروف عند الناس جماعة. فأنا أريد منكم أن نصطف وأن يعني موقف مشرف لنا احنا صح. كلنا. كلام صح. نصطف صف واحد ونستقبل الناس ويبقى موقف مشرف لنا وسلامتكم. ونعم بك يا شيخ علي، ونعم بكم ونعم. اطلعوا كلكم فوق الرصيف. بس يلا التصوا هكذا على أساس ما بالله واحد جنب واحد أقل شيء لا عادي لا يصير جمعنا هذا بوش. لا إلا الاجتماع. حياك الله حياك. خلونا أقل شيء. ايوه خليه هو ينزل نفسه، ينزل نفسه.